الأسرة كلمة بنستخدمها كل يوم، بنعيش جواها وبنكونها. بس يا ترى عمرنا وقفنا وفكرنا فيها بجد؟ يعني إيه أسرة من منظور أعمق؟ وإيه اللي بيخلي أسرة متماسكة وناجحة وأسرة تانية بتعاني وبتتفكك؟ ده سؤال مهم جدا، ولأن الموضوع معقد ومتشعب الإجابة عليه مش سهلة خالص ومحتاجة نبص على الموضوع من زوايا كتير. وده بالظبط اللي هنعمله. معانا مجموعة من المصادر الأكاديمية والمحاضرات المتخصصة في الخدمة الاجتماعية في مصر، وهنستخدمها كخريطة طريق عشان نفهم قصة الأسرة من أولها لآخرها. هنبدأ من نقطة البداية خالص، الجواز، تعريفه ودوافعه. وبعدين نتحرك لنقطة حساسة جدا، إزاي بنختار شريك الحياة. بعدها هنشوف الأسرة نفسها لما بتتكون، إيه دورها ووظائفها في حياتنا وفي المجتمع. وفي الآخر لازم نبص على أرض الواقع، إيه أكبر المشاكل اللي بتواجه الأسرة المصرية دلوقتي، وإيه الحلول اللي الدولة بتحاول تقدمها. يعني هنبني الصورة حتة حتة، من أول قرار فردي بالارتباط لحد ما يبقى كيان اجتماعي ليه تأثيره الكبير على شكل المجتمع كله. بالظبط كده. طيب، خلينا نبدأ من الأساس، من منظور علمي بحت. لما نقول كلمة زواج، إيه المقصود بيها؟ بص، عشان نفهم الكلمة دي صح لازم نبصلها من 3 زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية اللغوية. كلمة زواج في اللغة العربية أصلها جاي من فكرة الاقتران أو المخالطة، يعني حاجتين بيلتصقوا ببعض أو بيندمجوا. ده المعنى الحرفي. بسيط ومباشر، زي قطعتين بازل بيكملوا بعض. ممكن نقول كده. الزاوية التانية بقى هي الزاوية الاجتماعية، وهنا الموضوع بيكبر قوي. المجتمع ما بيشوفش الجواز مجرد علاقة بين 2، لأ، بيشوفوا مؤسسة اجتماعية، مؤسسة ليها قواعدها وكتالوج التشغيل بتاعها. عجبتني قوي كلمة كتالوج دي. هي اللي بتحدد شكل العلاقة دي وإيه حقوق وواجبات كل طرف. يعني مش مجرد مشاعر وحب، لأ، ده في عقد اجتماعي غير مكتوب، المجتمع كله متفق عليه ومراقبه. بالظبط. وده ياخدنا للزاوية الثالثة والأخيرة، وهي الزاوية القانونية، أو اللي بيسموها التعريف الإجرائي. ببساطة ده العقد اللي كلنا عارفينه، الورقة اللي بنمضي عليها عند المأذون. العقد ده هو اللي بيحول العلاقة من حاجة شخصية لحاجة رسمية وشرعية قدام القانون. والنقطة المهمة هنا في التعريف ده إنه عشان يبقى سليم لازم يتم في حضور شهود. فكرة الشهود دي مهمة جدا، كأنها بتقول إن المجتمع لازم يبقى حاضر وموافق وشاهد على العقد ده عشان يكتسب شرعيته. تماماً، الشهود هم ممثلين المجتمع في اللحظة دي. مش مجرد قرار فردي منعزل. صح. طيب، عرفنا يعني إيه جواز. السؤال اللي بعده، الناس بتتجوز ليه أصلاً؟ المصادر اللي معانا حاطة أسباب ودوافع كتير. أكيد الموضوع مش سبب واحد يعني. طبعاً، وممكن نقسم الدوافع دي لنوعين. في دوافع شخصية بحتة زي الحب، الرغبة في الأمان العاطفي، إن حد يطبطب عليك ويكون سند ليك، أو الأمان الاقتصادي، أو الرغبة في الإنجاب وتكوين أسرة. وممكن يكون دافع زي الهروب من الوحدة أو من بيت الأهل لو الوضع فيه مش مريح. دي كلها دوافع جاية من جوه الشخص نفسه، لكن في دوافع تانية جاية من بره، من المجتمع. بالظبط، زي التقليد، إن كل اللي حواليك بيتجوزوا فده المسار الطبيعي للحياة، أو الضغط الاجتماعي، مش هتفرحينا بيكي بقى. دي بنسمعها كتير قوي. أو حتى الرغبة في العزوة، إن الواحد يبقى ليه ظهر وعيلة كبيرة. لكن لو حبينا نلخص الأغراض الكبيرة اللي الجواز بيحققها، المصادر بتركز على 3: تنظيم الغريزة الجنسية في إطار مقبول اجتماعياً، الحفاظ على استمرار النوع البشري، والأهم تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي للفرد. طيب، بما إن كل ده بيعتمد على بداية صحيحة، فده يودينا للنقطة اللي بعدها، وهي نقطة الاختيار. إزاي الناس بتختار شريك حياتها؟ المصادر بتتكلم عن أساليب مختلفة. هي فعلاً بتختلف حسب المجتمع والثقافة. الأسلوب الأول هو الكلاسيكي جداً، الاختيار عن طريق الأهل. جواز الصالونات. بالظبط. هنا الأهل هم اللي بيقوموا بعملية البحث والفلترة بناء على معايير معينة زي المستوى المادي أو الاجتماعي أو السمعة، وأحياناً بيطلق عليه زواج الصفقة. وده غالباً بيكون أكتر في المجتمعات التقليدية أو الريفية، مش كده؟ مظبوط. الأسلوب التاني هو نقيض بتاعه، الاختيار الشخصي. ده اللي بيعتمد على التعارف والحب بين الشاب والبنت نفسهم، وده بقى أكتر في المدن والطبقات المتوسطة عشان فرص الاختلاط في الجامعة والشغل والنوادي. وفي حل وسط بين الاتنين، اللي هو الأسلوب الثالث، الوساطة.
يعني في طرف ثالث بيدخل في الموضوع. ممكن يكون حد من القرايب أو الجيران، الخاطبة، أو حتى مكاتب الزواج المتخصصة. والوساطة دي بتبقى مهمة قوي في المجتمعات اللي لسه محافظة وما فيهاش مساحات للاختلاط المباشر. طب أنا عندي سؤال هنا، هل دور الوساطة التقليدية دي لسه قوي النهاردة مع وجود السوشيال ميديا وتطبيقات المواعدة؟ ما هي دي تعتبر شكل من أشكال الوساطة الرقمية. سؤال ممتاز. المصادر اللي معانا بتركز على الأشكال التقليدية، بس تحليلك رائع، لأن تطبيقات المواعدة هي فعلا وسيط رقمي بيقوم بنفس الدور. بيعرض اختيارات بناء على فلاتر معينة؟ بالظبط. الفرق إن الفرد هو اللي بيتحكم في الفلاتر دي بنفسه، مش طرف ثالث. ودي نقطة بتورينا إزاي المفاهيم القديمة بتتطور وبتاخد أشكال جديدة. دي طرق الاختيار، الإزاي، لكن الأمتع بقى هو ليه بنختار شخص معين دونا عن غيره؟ هنا المصادر بتتكلم عن نظريات نفسية واجتماعية بتفسر قراراتنا دي. وهنا بقى الموضوع بيبقى شيق جدا. في 3 نظريات أساسية. أول نظرية اسمها نظرية التجانس، أو بالإنجليزية هوموجيمي. ودي اللي بتقول إن الطيور على أشكالها تقع. بالظبط كده. النظرية دي بتقول إننا بنميل ننجذب ونتجوز الناس اللي شبهنا. الشبه ده ممكن يكون في حاجات كتير، في الأصل والمنشأ اللي بنلخصها في كلمة ابن أصول أو بنت أصول، تمام. في الدين والمذهب، في السن. والمصادر بتفكرنا إن القانون في مصر حدد السن الأدنى للجواز ب 18 سنة عشان يضمن حد أدنى من النضج. والشبه كمان في المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي. نادراً لما بنشوف علاقة ناجحة فيها فجوة تعليمية أو اجتماعية كبيرة قوي. صحيح. وحتى الشبه في الصفات الجسمانية زي الطول والوزن، كل ده بيقع تحت نظرية التجانس. النظرية التانية بقى اسمها نظرية التجاور أو التقارب المكاني proximity. ودي من اسمها واضحة جدا. بتقول ببساطة إنك غالبا هتتجوز حد من محيطك الجغرافي، جارك، زميلك في الشغل، زميلتك في الجامعة. عضوة معاك في النادي. القرب المكاني بيخلق فرص للتعارف والتعامل، ومن هنا بتنشأ العلاقات. ودي بتفسر ليه أغلب قصص الحب اللي بنسمعها بتبدأ كانت زميلتي في الدفعة أو كان ساكن في الشارع اللي ورانا. الصدفة شكلها مش صدفة قوي. هي فرصة بتخلقها الجغرافيا. أما النظرية الثالثة والأخيرة هي نظرية القيمة value theory، ودي بتقول إننا بنختار شريك بيشاركنا نفس قيمنا الأساسية في الحياة. يعني لو أنت شايف إن الصدق أهم حاجة، صعب ترتبط بشخص بيكذب. بالظبط. لو هي شايفة إن الطموح المهني أولوية، صعب ترتبط بشخص كسول. التوافق في القيم بيخلق أمان عاطفي وبيخلي العلاقة متينة. طيب، لو جمعنا النظريات الثلاثة دول مع بعض، الصورة اللي بتترسم غريبة شوية. كأننا بنقول إن شريك حياتك المثالي هو غالباً جارك اللي من نفس مستواك التعليمي والاجتماعي، وبيشبهك في كل حاجة تقريباً، وقيمكم واحدة. ده بيخلي عملية الاختيار تبان إنها مش رومانسية قوي قد ما هي عملية فلترة اجتماعية دقيقة. هي نظرة ممكن تكون صادمة، لكنها واقعية جدا. هي بتورينا إن حتى أكتر القرارات اللي بنفتكرها شخصية وعاطفية زي الحب والجواز بتتأثر بشكل جبار بعوامل اجتماعية وجغرافية وثقافية إحنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. ولما الاختيار ده بيتم والعلاقة القوية دي بتترسم في شكل جواز، بتتكون الأسرة. الكلمة دي بنستخدمها كل يوم، بس يمكن عمرنا ما وقفنا وسألنا نفسنا يعني إيه أسرة أصلاً من منظور علمي، وإيه الدور اللي المفروض تلعبه؟ زي الزواج، الأسرة ليها تعريفات متعددة. لغوياً، أصل الكلمة في العربية جاي من الضرع الحصينة، وده تشبيه بليغ بيرمز للقوة والحماية اللي المفروض الأسرة توفرها لأفرادها. يعني هي الحصن أو الملجأ. بالظبط. أما ككيان اجتماعي، في تعريف مشهور لعالم اجتماع اسمه بوجاردس، بيقول إن الأسرة هي جماعة اجتماعية صغيرة بتتكون من أب وأم وطفل أو أكتر، بيتبادلوا الحب ويتقاسموا المسؤولية. التعريف ده بيركز على الجانب العاطفي والمسؤولية المشتركة. تمام. وفي تعريف ثالث بيشوفها كنظام اجتماعي، بيقول إنها عبارة عن ترتيبات وقواعد بتحدد حقوق وواجبات الأب والأم والأبناء. طيب، خلينا ندخل في صلب الموضوع. وظائف الأسرة. المصادر اللي معانا مقسموهم ل5 وظائف رئيسية. صحيح. الوظيفة الأولى هي البديهية، الوظيفة البيولوجية،
ودي بتشمل الإنجاب عشان نحافظ على استمرار النوع، وكمان توفير الرعاية الصحية والأكل الصحي والسكن المناسب للأبناء. دي أساسيات الحياة. تمام. إيه اللي بعد كده؟ الوظيفة التانية، ودي يمكن الأهم على الإطلاق، هي الوظيفة الاجتماعية، ودي بحر كبير. أول حاجة فيها هي تكوين الشخصية الاجتماعية للفرد. المصادر بتستخدم تعبير جميل قوي هنا، بتسمي العملية دي الميلاد التاني للشخص. بحب التعبير ده قوي. يعني ميلادك الأول بيجيبك الدنيا ككائن حي، لكن ميلادك التاني جوه أسرتك هو اللي بيخليك مصري أو صعيدي، هو اللي بيعلمك اللغة واللهجة وإيه الصح وإيه الغلط في مجتمعك، هو اللي بيعمل لك سوفت وير انستوليشن لهويتك. أحلى تشبيه. والسوفت وير ده بيشمل كل حاجة. من ضمن الوظيفة الاجتماعية دي كمان حاجة اسمها الضبط الاجتماعي. يعني الأسرة هي اللي بتعلمك تلتزم بقواعد وقيم المجتمع، والجانب الأهم هو التنشئة الاجتماعية، ودي عملية مستمرة طول العمر بتبدأ من الطفولة. وهنا المصادر بتفرق بين نوعين من أساليب التربية: أساليب لا سوية أو غير صحية، زي التسلط الزائد أو الحماية الزايدة اللي بتخنق، أو الإهمال أو القسوة. ودي للأسف بنشوفها كتير. وفي المقابل في الأساليب السوية أو الصحية، زي إن الأهل يدوا لأولادهم مساحة من الحرية والاستقلال ويناقشوهم وياخدوا رأيهم. والفرق في شخصية الطفل اللي طالع من هنا أو من هنا بيبقى زي الفرق بين السماء والأرض. أكيد، ده بيخلق إنسان واثق من نفسه وقادر ياخد قرار، أو إنسان مهزوز وخايف من كل حاجة. طيب، دي الوظيفة البيولوجية والاجتماعية. فاضل 3. الوظيفة الثالثة هي الاقتصادية. زمان كانت الأسرة هي وحدة الإنتاج زي الأسرة الفلاحة. دلوقتي دورها الأكبر بقى إنها وحدة استهلاكية، ودورها الأهم هو تأهيل الأبناء وتعليمهم عشان يقدروا يدخلوا سوق العمل ويبقوا منتجين. تمام. رابعاً الوظيفة التعليمية، ودور الأسرة هنا بيسبق المدرسة. هي اللي بتربي وبتعلم المبادئ الأولى وبتجهز الطفل نفسياً لمرحلة التعليم الرسمي. وأخيراً الوظيفة الدينية، وهي غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية في الأبناء من صغرهم. ده الإطار النظري المتكامل لدور الأسرة. لكن لما ننزل لأرض الواقع بنلاقي تحديات ومشاكل كتير بتمنع الأسرة إنها تقوم بالوظائف دي على أكمل وجه. إيه هي أبرز المشاكل اللي بتواجه الأسرة المصرية النهاردة حسب المصادر دي؟ المصادر بتلخص المشاكل دي في كذا محور. أولاً مشاكل في العلاقات، ودي أخطر حاجة، زي ضعف أو انعدام التواصل بين أفراد الأسرة. كل واحد قاعد في أوضته ماسك موبايله. يعني بقينا في بيت واحد بس كل واحد عايش في جزيرة الموبايل بتاعه. ده بيخلق غربة جوه البيت نفسه. بالظبط. ثانياً مشاكل في الأدوار، زي الخلافات المستمرة بين الزوجين على مين مسؤول عن إيه، أو عدم وضوح المسؤوليات من الأساس. ثالثاً، ودي الكل حاسس بيها، المشاكل الاقتصادية. نقص الموارد المادية مع زيادة متطلبات الحياة بيخلق ضغط نفسي وعصبي رهيب على أي أسرة. ده حقيقي. الضغط الاقتصادي ممكن يكون سبب مباشر في تدمير التواصل والعلاقات. أكيد. رابعاً مشاكل ثقافية، زي اللي بنسميه صراع الأجيال، فجوة في التفكير والقيم بين جيل الآباء اللي اتربى بطريقة معينة وجيل الأبناء اللي منفتح على العالم كله من خلال الإنترنت. وأخيراً في مشاكل جديدة ظهرت وبقت ظاهرة، زي تأخر سن الجواز وزيادة معدلات الطلاق وما يترتب عليها من مشاكل زي حضانة الأطفال والرؤية. قدام كل التحديات دي، هل الأسرة متروكة لوحدها؟ إزاي الدولة ومؤسساتها بتحاول تتدخل عشان تساعد؟ لا طبعاً، في شبكة دعم بتحاول تشتغل على كذا مستوى. أول مستوى هو مستوى السياسات والتخطيط، وده بيتم من خلال كيانات كبيرة زي المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة. دول بيرسموا السياسات العامة اللي هدفها حماية ودعم الأسرة. ده المستوى الاستراتيجي. إيه اللي بيحصل على أرض الواقع بقى؟ على أرض الواقع في خدمات مباشرة، زي خدمات الرعاية الصحية، زي مبادرة 100 مليون صحة اللي بتقدم كشف وعلاج، ومراكز تنظيم الأسرة، ومكاتب فحص المقبلين على الزواج، ودي مهمة جداً كخطوة وقائية لتجنب الأمراض الوراثية. والمستوى الثالث والأهم يمكن هو الدعم الاجتماعي المباشر. بالظبط. وهنا المصادر بتركز على نموذجين مهمين جداً. النموذج الأول هو مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. دي مكاتب موجودة جوه محاكم الأسرة، وهي خدمة مجانية بالكامل. فكرتها إنها خط دفاع أول،
بدل ما أول خلاف كبير بين الزوجين يوديهم لرفع قضية في المحكمة، بيروحوا الأول لمختصين نفسيين واجتماعيين بيقعدوا معاهم ويحاولوا يحلوا النزاع بشكل ودي. يعني زي إسعافات أولية للعلاقات الزوجية قبل ما الجرح يكبر ويبقى محتاج عملية جراحية في قاعات المحاكم. أحسن وصف. النموذج التاني بقى تنموي أكتر، وهو المشروع القومي للأسر المنتجة. ده فكرته عظيمة، وهي تحويل الأسر المحتاجة من مجرد أسر مستهلكة للمساعدات لأسر منتجة وليها دخلها الخاص. المشروع بيقدم قروض صغيرة وتدريب مهني للأسر دي، بشرط يكونوا مصريين فوق 18 سنة عشان يبدأوا مشاريعهم الصغيرة من البيت. دي أداة تمكين اقتصادي قوية جدا، لأنها بتعالج واحد من أكبر أسباب المشاكل اللي قلناها، وهو الضغط المادي. أكيد، لما الأسرة بتلاقي مصدر دخل مستقر، ده بينعكس على استقرارها النفسي والاجتماعي بشكل مباشر. كده الصورة اكتملت. بدأنا من تعريف الجواز كعقد ومؤسسة، وشفنا إزاي بنختار شريك الحياة بناء على نظريات اجتماعية، وبعدين حللنا وظائف الأسرة المعقدة من البيولوجية للاجتماعية، وبصينا على تحدياتها في العصر الحديث، وختمنا بشبكة الدعم اللي الدولة بتحاول تقدمها. الواضح إن الأسرة دي مش كيان بسيط أو منعزل، دي نظام حي بيتأثر بكل حاجة حواليه وبيأثر في كل حاجة. والاستنتاج الأهم هو إن استقرار الأسرة بيعتمد على توازن دقيق جداً، توازن بين عوامل داخلية زي حسن الاختيار والتواصل الفعال والتفاهم بين أفرادها، وعوامل خارجية زي الدعم الاقتصادي والمجتمعي والخدمات اللي بتوفرها الدولة. لما أي كفة في الميزان ده بتختل، بتبدأ المشاكل تظهر بقوة. ده بيختم نقاشنا بشكل ممتاز، لكن قبل ما ننهي عندي فكرة أخيرة حابب أسيبها للمستمع يفكر فيها. المصادر اللي استعرضناها النهاردة بترسم صورة للأسرة بوظائفها الكلاسيكية اللي نعرفها، لكن في عالمنا دلوقتي، عالم السرعة والسوشيال ميديا والضغوطات النفسية والاقتصادية الجديدة، يا ترى إيه هي الوظائف الجديدة غير المكتوبة اللي بقى مطلوب من الأسرة النهاردة إنها تقوم بيها، واللي ممكن النماذج الأكاديمية دي لسه مستوعبتهاش؟ سؤال مهم جداً. هل بقى من وظائف الأسرة إنها تكون الفلتر النفسي للأبناء ضد محتوى السوشيال ميديا، أو إنها تكون المدرب المالي في عالم اقتصادي معقد؟ بالظبط. هل بقى مطلوب منها تكون المعالج النفسي الأول والمستشار المهني؟ دي يمكن وظائف جديدة استجدت على الأسرة الحديثة، ومحتاجة مننا كلنا كأفراد وكمجتمع نفكر إزاي نساعدها تقوم بيها. سؤال يستحق التفكير.